السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هكلمكم على لو انتي عايزة شعرك يطول او يتقل او ما يقعش ومكسلة تعملي ماسكات او ما عندكيش الوقت ان انتي تعملي ماسكات. النوعين دولت يا بنات، ده برشام اسمه فيروجلوبين والتاني اسمه كالماك. هو مش باين عشان الاضاءة صفرا، بس هو اسمه كالماك. ده حديد وده كالسيوم. بالنسبة يا بنات، يعني ده نتيجته، يعني اقولكم نتيجته حلوة ازاي. انا كنت باخدهم في الحمل، وطبعا انتوا عارفين الحمل الواحدة بتطلع منه شعرها متبهدل ازاي، وخاصة مع الخلفة والرضاعة وكده. انا خدتهم، كنت مداومة عليهم جدا في الحمل وكده. جيت بعد الحمل بشهرين كان عندي خطوبة اختي، فروحت كافير اعمل شعري، كنت طبعا برضع وكده. لما عملت شعري يا بنات، يعني انا فعلا ذهلت من شعري لما فردته. ايه الطول والتقل ده؟ يعني مش شعر خالص، واحدة لسه حامل ومخلفة وبترضع. طبعا في الحمل يعني انا ما كنتش بهتم بشعري قوي، طبعا عشان النفسية بتبقى زي الزفت في الحمل وكده، فكنت على طول بلمه وكده، فما كنتش واخدة بالي. لدرجة لما انا رحت لخطوبة اختي وفردت شعري وكده، كل اخواتي وكل صحابي ايه ده، يعني ايه شعرك ده ما شاء الله، يعني مش واحدة مخلفة خالص، يقولوا يعني ليه احنا لما خلفنا شعرنا باظ وكده. فقلت لهم والله يا بنات انا ما كنتش بعمل اي حاجه غير ان انا باخد الحديد والكالسيوم فيروجلوبين وكالميك. طبعا في انواع حديد تانية كتير وفي كالسيوم كتير، بس دول اللي انا جربتهم ودول اللي انا شفت نتيجتهم عليا، فبجد حلوين قوي قوي قوي. يعني لو انتي ما عندكيش وقت او مكسله او ما عندكيش اراده، هاتيهم وكل يوم خديلك حبايه، واحده من دي واحده من دي، الحديد مثلا الصبح والكالسيوم بالليل او العكس، ويوميا على كده هتلاقي شعرك طول بسرعة جدا، مش بيقع وبتقل. بس هو نتيجته في الطول وفي ان هو مش بيقع اكتر من هو بيتقل. بس يعني بجد حاجة وهمية كده للشعر. ولو واحدة برضو حامل، بس دي انا غلطت فيها، ان انا يعني لما خلفت كده بطلت البرشام ده. لا، اثر جدا على شعري وشعري كان بيقع جامد، يعني بعد ما بطلته بعد الحمل بشهرين، لا شعري يعني ايه، كان بيقع وكان حسيته خف خالص وكده. فلو اي واحدة حامل وخلفت لو مش عايزة شعرها يبوظ، تداوم على الحديد والكالسيوم يا جماعة، مهمين جدا جدا جدا. ولو انت اساسا واحدة برضو مش متجوزة او كده، خديهم عادي، ان هما مفيدين جدا. ان احنا دلوقتي يعني اغلبيتنا الحديد والكالسيوم عندهم مش متظبطين قوي، ودايما بنعاني من مشاكل في بشرتنا، من مشاكل في شعرنا، في مشاكل في صحتنا. يا جماعة بجد الحديد والكالسيوم مهمين قوي 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 قوي، فداوموا عليهم وانتوا هتلاقوا كل حاجة بتتظبط فيكم، الشعر والبشرة والجسم والصحة وكل حاجة. ف يعني يستحسن ان انت قبل ما تتجوزي تبقوا بتاخدي كالسيوم